بلادي أرضي أرض أجدادي، طلبوا ربي يحميها، راية حمراء نجمة خضراء من طنجة لزويرة. مغرب بلادي أرضي أرض أجدادي، طلبوا ربي يحميها، راية حمراء نجمة خضراء من طنجة لزويرة. لا 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 سبتة ومليلية جزر كناريا صحراء مغربية، دمي نفديها وقلبي نبغيها بلادي. في مشروع الوحدة الأولى سنتحدث عن نماذج من الحضارة المغربية العريقة، وسنركز بالخصوص على اللباس التقليدي والطبخ المغربي وكذلك المجال. ماذا تعرف عن حضارة المغرب؟ فترة ما قبل التاريخ، أي قبل فترة اختراع الكتابة، وذلك بنحو 4000 سنة قبل الميلاد. وتعاقبت عليه عدة حضارات إلى أن أنشأ الأمازيغ في القرن الأول قبل الميلاد مملكة عظيمة على سواحل البحر الأبيض المتوسط. فهمت أن مشروعنا سيتحدث عن الحضارة المغربية، فماذا نعني بالحضارة؟ الحضارة هي إرث الإنسان المادي والمعنوي الذي خلفه في الماضي، والذي اعتمد عليه لإكمال مسيرة حياته وتقدمه الحالي، سواء أكانت مظاهر معنوية كأسلوب الحياة والمعيشة اليومية والعلوم والمعارف، أو أدوات الوسائل المادية بقيت آثارا لوجوده كالبنيان والمسبوكات والأعمال اليدوية المختلفة مثل الخزف والفخار وغيرها. الزي التقليدي المغربي هو مجموع الألبسة التراثية التي حافظ عليها المغاربة منذ القدم، حيث بدأوا جميع يلبسون بالزي التقليدي خاصة في الأعراس والمناسبات الدينية وغيرها. والزي التقليدي جزء لا يتجزأ من التراث، وهو أحد المقومات لتشييد الحضارة وأداة لتعريف الأمم. المعمار المغربي العريق وما يمتاز به من عظمة البناء ودقة الإبداع، نموذج من الحضارة المغربية في مجال البناء والمعمار. شكلت الأطباق المغربية جزء من الحضارة المغربية، حيث حقق الطبخ المغربي شهرة عالمية. ومما أكسب المطاعم المغربية شهرة دولية نظرا إلى تنوع الأطباق المطبخ المغربي ونكهته المتميزة الطيبة.